تركيب عدسة العين. طبعا مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا تجربتي للعدسة هي التجربة يعني اللي بعتقد في ناس كتير ما بتعرف إنه عندها ضعف نظر في عين، وعين بتشوف فيها فل، يعني 10 من 10 أو 100%. فيكم تحطوا عينكم هيك، سكروا عين وافتحوا عين، بتعرفوا إذا كان عندكم ضعف في عين أو لا، أو تجربوا العين الثانية بتشوفوا. طبعا أنا عندي كان ضعف في العين اليسار 5 من 10، وما كنت بعرف هذا الشيء يعني صراحة. ممكن من الطفولة، ممكن ضربة، ما بعرف أنا صراحة. ولكن تقريبا 3 أشهر عم بحضر لعملية تبديل العدسة، و3 أيام صار لي يعني بالمستشفى، غيرت العدسة الحمد لله رب العالمين. ما زال في آثار جانبية، بعتقد إنه في ورم، عم بشوف حدود يعني لسه يعني أنا ما فيني أعطي نتيجة كاملة كيف صارت العدسة حاليا أو أحسن، أو لسه لحد هلا نفس النتيجة، يعني نفس النتيجة ما قبل العدسة القديمة. طبعا العدسة القديمة بتفرط لأنه ممكن يدخل فيها جزيئات يعني تفرط العدسة، يدخل جزيئات السكر أو شو بسموه، يعني العدسة من أشعة الشمس، من ضربة، من طفولة أو وراثة، يعني ممكن أي شيء يأثر على العين وتفرط. ومع تقدم العمر أكثر الشيء هي بتصير العدسة بتفقد الشفافية تبعها. شو هي الشفافية؟ إنك تشوف بوضوح. كيف تصير العين لما تنضرب العدسة؟ العدسة بتصير مثل إنه أنت إيدك عرقانة وبتحطها على الكاميرا وبتفتح الكاميرا بتشوف يعني مغبش. يعني حتى إذا بتحط إيدك على الشباك وإيدك إيديكن عرقانة، بتصيروا الرؤية محدودة، يعني بتتغبش الرؤية. نفس الشيء اللي صاير معي، كان الرؤية نص بنص، يعني ما حتى القراءة ما يعني الأرقام الصغيرة ما بقدر بقرأهم. ولكن إن شاء الله الحمد لله بعد هاي العملية حتكون يعني النتيجة إن شاء الله جيدة. أه لحد هلا يعني ما في انا قلت لكم انه واو يس. فانا عندي مراجعة على 15 في الشهر، يعني ممكن نسوي فيديو تاني اقول انه توب اوكي تمام كله منيح. ممكن في جلسة ليزر لحتى يعني اثر العملية يعني يسكروه. هلا عم باخد قطرات، يعني نوعين قطرات كل ساعة، نوع قطرة 5 6 مرات باليوم، يعني مو بس كل قطرة 5 6 مرات، يعني 12 مرة كل ساعة بقطر. فالقصة لسه يعني بأولتها، وإن شاء الله إذا النتيجة جيدة أكيد إن شاء الله في فيديو قادم بدي أشرح لكم. وإن شاء الله يومكم سعيد. نحن في يوم 27 رمضان، وإن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم الصيام. تابعونا لحتى إن شاء الله نشارككم التفاصيل القادمة، لأنه طبعا أنا بالنسبة لألمانيا هذا الموضوع بيعرفوا، لأنه فيه هون نحن تأمين، هذا كله تكاليف مع التاكسي برجعك على البيت، وكل شيء على حساب الكرانكين كاسي أو الحساب التأمين الصحي. حتى بياخذوك على الموعد برجعوك كله على حساب التأمين الطبي. فهذا الشيء إذا أنت محتاج هي العملية، وين راح تشوف انت؟ اكيد طبيب العيون هو اللي بحولك للمستشفى العيون، وهنيك بيعملوا لك العملية، فحوصات وعجقة وقصص. وان شاء الله يعني اي شيء بدكم اياه او استفسارات راح تجوا على الفيسبوك، ان شاء الله حتشوفوني هنيك وبنعطيكم معلومات اكثر. بس على خلافي حييكم، الى اللقاء، مع السلامة.